هاي، انا هعمل النهارده بيتي فور. آم، ده مقدار. ده كوبايه ونص سكر، 4 بيضات، دول 3 كوبايات زبده بدرجه حراره الغرفه، معلقه صغيره فانيليا سايله. الدقيق حسب ما انا هحتاج، انا ما قبل كده ما حطيتش المعيار، بس هعاير قدامكم دلوقتي. ده بيكنج باودر، هاخد منه من نص معلقه صغيره. اول حاجه هعملها هبدا اضرب في الزبده لغايه لما تبقى شكلها كريمي. انا هنا ضربتها زي ما انتم شايفين كده، بقت كريمه. هنزل بالسكر البودر تدريج، هحط شويه شويه وهفضل اضرب فيه. اخلص مقدار السكر وارجع. هنا خلصت كل السكر، هنزل بيضه بيضه واضرب فيها. احط الفانيليا وهرجع. كل ما تختفي واحده هنزل التانية. معلش، هي نزلت 2 المرة دي. احط الاخيرة. ليه انا عاملة مقدار كبير؟ لان بعمل نص شوكولا ونص ابيض فانيليا. زي ما انتوا شايفين كده طلع كله حلو جدا، ريحته الفانيليا جميلة. هنا نضفت المضرب، هحط الدقيق او الكوباية. تاني كوباية. دي البيكنج باودر، معلقة صغيرة. هنا هعجن واشوف هيحتاج دقيق تاني ولا لا. هنا خلصتها.
المقدار انا شلت منه دول لسه هحط فيهم شوكولاته. بس العجينه بصي ازاي هتبقى. ده الابيض هسيبه بس دقيقه عشان اعجن اللي هو بالكاكاو. ده الشوكولا او الكاكاو، كاكاو خام مش محلى. هحط طبعا العجين اخد 6 كوبايات دقيق. هيختلف من نوع الدقيق، ممكن دقيق مش هياخد كتير، ممكن ياخد 5 كوبايات مثلا ونص على المقدار، ممكن ياخد 7 كوبايات برضو على المقدار، على حسب نوع الدقيق بيشرب ولا ما بيشربش. هعجنهم وارجع لكم. هنا خلصتها عجين برضو طريه مش ناشفه. هتمسكيها في ايدك اهو، شايفه الملمس بتاعها ناعم طري. ليه بعمل بالزبده مش بالسمنه؟ الزبده فيها ميه او فيها لبن بمعنى صح، بتخلي البيتيفورة طعمها احلى، ماسكه نفسها مش دايبه قوي. هفتح المكنه وهبتدي اقطع اوريكم. طبعا عشان بما اني مش هعرف اكبس واعمل بايد واحده واصور بايد، انا خلصت الصينيه. بس عايزه اقول لكم ملحوظه، لما بتيجي بتعمليها بالمكبس هتبقى من فوق مشرشره، هتعملي زي دي وزي دي. انا بعمل ايه علشان تطلع كلها شكل واحد وناعمه؟ بدوس خفيف كده، ببطط الشرشره اللي فيها بس. هخلص كل الكمية وهوريكي ازاي. هنا بيتقطع بالمكنة. شايفين شكلها؟ طبعا كل الزيادات دي انا بشيلها مش بخليها عشان تطلع شكلها حلو. هخلص كل الكمية وهبدأ اخبز طبعا على درجة حرارة 460 يعني 170 عندكم. هخلص كل الكمية واخبزها وارجع لكم. هنا لسه ني، مش عايزة اقولك شكله ازاي لذيذ. اخلص بقى الكمية واسويه وارجع لك. كده خلصت البيتي فور. طبعا انا لسه ما لزقتوش عشان لسه خلصت يعني، ولسه ما بردش كويس. ده شكل الوردة. اللي في النص ده من بواقي العجينة، فحطيتها في النص الشكل ده. كنت حاطه نص عجينة ابيض ونص بالكاكاو، ده الكاكاو. ودي برضو في النص كنت عاملاها زي رول، فردتها وحطيت في النص ولفتها وحطيتها في المكنة، فطلع كام شكل بصراحة لذيذ جدا، دايب جدا يعني، بصراحة حلو جدا جدا جدا. انا اتمنى ان انتوا تجربوه. والمكنة انا جايبها من هنا، مكنة البيتي فور من زمان يعني، ليها حوالي 7-8 سنين عندي. كيتشن ايد جايباها من كاسكو، تقريبا كانت $19.99 يعني $20. كيتشن ايد ماركة معروفة جدا في حاجاتها كتير، حاجاتها حلوة جدا. هخلق بس تاني يوم يعني بكرة ان شاء الله هلزقه، وهحط الشوكولاتة عليه والشوكولاتة الفارماسي والمربى، وهظبطه وهنزل فيديو بكل حاجة في الشيالة بتاعتها بعد ما اخلص كل حاجة. كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى ان الحاجة تعجبكم، واتمنى اسمع آراءكم. باي.